لم أكلف نفسي عناء السهر بانتظار خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد جاء كما كان متوقعا. الرئيس الأمريكي مختطف بالكامل من قبل الإبستينيين، لا يملك الرجل أي سلطة ولا يستطيع إنهاء هذه الحرب، لأن هذه الحرب يتكشف ويتأكد يوما بعد يوم أنها حرب من أجل إسرائيل وحرب إسرائيل، ولا يملك ترامب أي سلطة لا بإنهائها ولا باتخاذ أي قرارات تتعلق بكيفية إنهائها. ثانيا، أن الرجل كيف سينهي هذه الحرب وهو لم ينجز أي شيء خلال 31 يوما ونيف؟ لم يسقط النظام، لم تتوقف الصواريخ عن الهطول، لم تستسلم إيران، ولم يلحقه حلفاؤه، وإنما الرجل معزول وحيد إلا من نتنياهو. الأوروبيون سددوا صفعة قاسية، ردوا كل الإهانات. لم يمر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية رئيس أهين واستهزئ به وترك معزولا ووجهت له لطمات قاسية كما حصل مع ترامب. تجرأ عليه البريطانيون والألمان والفرنسيون. ودع عنك الشتائم التي يطلقها، لا قيمة لها في العمل السياسي، لا قيمة لأن تشتم هذا وتستهزئ من هذا وتتحدث عن زوجة هذا. هذا كلام المهزومين الذين لا يملكون أي استراتيجيات، الذين يشعرون بالإحباط. المحبط هو من يشتم ومن يدخل في القضايا الشخصية وفي الاستهزاء وفي الشتم وفي التندر على الأشخاص. إنما الحقيقة أن الأوروبيين وجهوا صفعة غير مسبوقة للرئيس الأمريكي. ثالثا وأخيرا، تداول النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لرقصة الرئيس الأمريكي، إضافة لرقصات بوريس يلتسن الرئيس الروسي الذي أنهى بالكامل بعد غورباتشوف، أنهى الاتحاد السوفيتي ودمر بلاده. وتتصاعد الاعتقادات بأن ترامب يسير في هذا الاتجاه. أيضا الخطاب العنصري عندما يتحدث أنني سأعيد إيران إلى العصر الحجري، هذا خطاب استعلائي عنصري في نوع من الشعور بالتفوق والنظرة الدونية إلى شعوب منطقة الشرق الأوسط ونزع الإنسانية عنهم ونزع حقهم في الحياة. وهذا يعكس خلطة من أبشع ما أنتجته الحضارة الغربية الرأسمالية التي تتمخض أو تمخضت فولدت ترامب. ترامب هو مثال لأبشع ما في الرأسمالية الحديثة: العنصرية والأنانية والاستعلاء والاحتقار والامتهان. هذه الخلطة، إذا أردت أن تشاهد أبشع ما في الرأسمالية فانظر إلى ترامب. أخيرا، مرة أخرى، الحقيقة بأن هذه الحرب طويلة، وترامب دخل في فخ سبقه إليه رؤساء سابقون: بوش الابن في العراق وأفغانستان، وكذلك من سبق بوش في فيتنام. حرب طويلة. الرجل لن ينهي الحرب، وإنما سيذهب في غطرسته للتدخل بري، سيحاول أن يجري عملية كوماندوز لاختطاف اليورانيوم وإنهاء الفيلم بالطريقة التي يعتقد بأنها ستتم، ويحرضه ويدفعه بهذا الاتجاه نتنياهو، لكن النهاية بائسة. المؤسف أنه يعلي مصالح إسرائيل ولا ينظر ولا يهتم ولا يكترث بمصالح دول الخليج العربي التي تدفع أبهض الأثمان في هذه الحرب.